السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، النهاردة فكرة جديدة مع تريكاية جديدة اتكررت كتير في نماذج 2026، وهي verbs of regret and blame. وتعالى نشوفها ونتعرف عليها. verbs of regret and blame اتكررت كتير في النماذج، وهي عبارة عن should have plus البي في بتساوي ought to have plus البي في، بمعنى الإنسان كان يجب أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله. يعني الانسان كان من المفترض ان يفعل الشيء ده في الماضي بس ما عملوش، فاوتوماتيك تبقى انت من السيستم ادام حاجه بليم في الماضي يبقى هاف والبي بي، يبقى شود هاف بلس البي بي بتساوي اوت تو هاف زائد البي بي. الانسان كان يجب ان يفعل الشيء ولكنه لم يفعله. طب لما نيجي نشوف النيجاتيف بتاع النفي بتاعه، وهي shouldn't have بلس البي بي بتساوي ought not to have بلس البي بي. الانسان كان لا يجب ان يفعل الشيء ولكنه فعله، فالإنسان كده بيلوم نفسه، بيوجه لنفسه الانتقاد في الماضي، سواء إنه كان يجب أن يفعل أو إنه كان لا يجب أن يفعل. عشان كده سميت فيربس اوف ريجريت، عشان كده جه بعديها هاف والبي بي، عشان كده هي بتعبر عن الماضي. تعال نشوف أفعال البليم والريجريت معاهم. خد هاف بلس البي بي، الإنسان كان لديه القدرة أن يفعل هذا الشيء ولكنه لم يفعله. في فرق ما بين كان يجب وكان لديه القدرة، الاثنين مختلفين في المعنى ومختلفين في الاستخدام. يبقى كود هاف زائد البي بي غير شود هاف زائد البي بي. شود هاف زائد البي بي كان يجب أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله. كود هاف زائد البي بي كان لديه القدرة أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله. بالعربي كده أنا كان في إمكاني اللي أنا آخد التاكسي بس فضلت إن أنا آخد الباص. يعني أنا عندي اتنين تشوز بختار ما بينهم، غير should have زائد البي بي اللي انا كان يجب ان افعل الشيء. طب couldn't have بلس البي بي استحاله فعل الشيء في الماضي. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي ماي فريند صديقي موجود في الاقصر، استحاله ان انا اشوفه هنا في مصر، لان ده استحاله، عدم الامكانيه، عدم القدره والاستطاعه. هات بس تعال نشوف الاكزامبلز اللي جت في امتحانات 2026 ونماذج الخاصه بالوزاره ب 2026، وسؤالين مهمين جدا. I regret eating so much sweet. أنا بندم اللي أنا أكلت حلويات كتيرة. معنى الجملة إيه؟ I so much sweet. أنا كان لا يجب أن أكل هذه الحلويات. أنا بوجه شوف الجملة جت إزاي واختلاف شكل السؤال عمل إزاي. أنا بندم اللي أنا I regret eating so much sweet. This means ده معناه إيه؟ I so much sweet يبقى I shouldn't have eaten. أنا كان لا يجب أن أكل هذه الحلويات. ما ينفعش أقول I should eat. انا بنصحك ان انا اكل I shouldn't eat. انا بنصحك ان انا ما اكلش. خليك عارف should زائد المصدر shouldn't زائد المصدر بتعبر عن النصيحة في المضارع. تاني should زائد المصدر shouldn't زائد المصدر بتديني advice in present، بتديني الادفايس في المضارع. shouldn't have والبي بي should have والبي بي بتديني regret في الماضي، ندم في الماضي. يبقى قدامك الاثنين اللي جه بعديهم المصدر بيعبروا عن النصيحة، اللي جه بعديهم هاف والبي بي بيعبروا عن الندم في الماضي واللوم. يبقى انا لما انا باكل حلويات كتيره وبندم عليها يبقى انا سيادتك انا ما كانش ينفع اكل هذه الحلويات كثيرا. I shouldn't have eaten. تعال نشوف السؤالين او السؤال الثاني اللي اتكرر في نماذج 26. لارا جوتلو ماركس. لارا جابت درجات قليله. لارا جابت درجات قليله. She's a faculty she wanted. هي مش هتقدر تلتحق بالكليه اللي هي عايزاها. يبقى لما لارا جابت درجات صغيره اقول لا يجب ان تلتحق، كان لا يجب ان تلتحق، ولا ليس لديها القدره او استحاله فعل الشيء؟ طبعا استحاله فعل الشيء، وهي couldn't have joined. مش هينفع اقول كان لا يجب ان تلتحق، مش هينفع اقول يجب ان تلتحق، مش هينفع اقول لا يجب ان تلتحق، لان انا قلت لك فوق ان شود والمصدر وشود انت والمصدر دي نصيحه في المضارع، يجب او لا يجب. انما هتكلم بقى في الهي، هتكلم اللي فيها البي بي الهاب والبي بي على سبيل المثال، لان جود ده جمله بسط فانا ماليش علاقه بالبريزنت، فاللي جه بعديهم المصدر دول بتوع المضارع، اللي بيجي بعديهم هاب والبي بي دول بتوع الماضي. وانا عشان قلت لك شود انت بمعنى لا يجب، هي جابت درجات صغيره، اقول لا يجب ان تلتحق بالكليه اللي هي عايزاها؟ لا، اقول ليس لديها القدره، استحاله اللي هي تلتحق بالكليه اللي هي عايزاها، فنختار couldn't have joined. فدي يا جماعه دي تركايه مهمه، دي نقطه مهمه، وهي نقطه should have والبي بي كان يجب ان يفعل الشيء. shouldn't have كان يجب ان يفعل الشيء.
كود هاف زائد البي في، الانسان كان لديه القدره ان يفعل الشيء ولكنه لم يفعله. كود انت هاف زائد البي في استحاله فعل الشيء. الاربعه دول ادام جه بعديهم هاف والبي في يبقى على طول هي اتباست في الماضي. الاربعه دول لو جه بعديهم المصدر يبقى على طول في المضارع، سواء كانت نصيحه في المضارع او قدره واستطاعه في المضارع بكود زائد المصدر، وشد نصيحه في المضارع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.